مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة من برنامج كورة الدكتور. اتكلم عن الأهلي. من ساعة ماتش باتشوكا الواحد زعلان. كان المفروض نكسب، المفروض نصعد. كانت أسهل فرصة نصعد فيها للنهائي. آه احنا بقى اكتشفنا الأحداث الأيام اللي فاتت دي، وحوار كهربا اللي هو كولر هو اللي قال له شوط ضربة الجزاء، وضربات الجزاء اللي ضاعت. مش عايز أخوض في تفاصيل. ماذا بعد كأس العالم للأندية؟ هنكمل الموسم ازاي؟ وإدارة التعاقدات، وكابتن محمود الخطيب ولا عمل أي تعاقدات تخص الموسم ده، وجاي بيفكر في كأس العالم للأندية 2025 في شهر 6. طب إحنا الموسم ده إحنا ناقصنا حاجات، محتاجين صفقات، محتاجين مهاجم، محتاجين 2 أجنحة، محتاجين نشوف أشرف داري ده كويس ولا نمشي ونجيب مدافع غيره، محتاجين كذا حاجة. محتاجين واحد 8 بوكس تو بوكس أحسن من أكرم توفيق، لأن أكرم توفيق الحالة الدفاعية عنده قوية بس الحالة الهجومية مش قوية. إمام بيلعب 10 لازم يرجع يلعب 8 تاني. حاجات كتيرة لازم نعملها. أنا من وجهة نظري لازم كولر يغير رأيه ويغير قناعاته في كذا حاجة. أول حاجة من أول الماتش الجاي بتاع شباب بلوزداد وماتش الدوري، يبتدي يعتمد على أشرف داري جنب رامي ربيعة، يبقى 2 قلوب دفاع. يبتدي يعتمد شوية على عمر كمال عبد الواحد، يخليه أساسي باك يمين، مش يخليه على الدكة. أنا معرفش إحنا جايبين عمر كمال عشان نخليه على الدكة بس، وينزل يعني احتياطي، يا إما جناح يا إما باك يمين يا إما باك شمال، عمال تحيره. مش عارف، مش عايز تستقر على موقف معاه. يا عم غير، ثبت مكانه. احنا جايبينه عشان يلعب معانا مش عشان نخليه دكة. أي نعم في ماتش باتشوكا لعب بس قبل كده مكانش بيلعب، يا إما بتلعب خالد عبد الفتاح يا إما بتلعب أكرم توفيق. ولما محمد هاني يبقى موجود بيلعب محمد هاني أساسي، طب بتلعب على عمر كمال عبد الواحد. فلازم أول حاجة زي ما أنا قلت أشرف داري يلعب جنب رامي ربيعة، عمر كمال يبقى أساسي باك يمين. في نص الملعب لازم يعني نثبت، نرجع إمام عاشور يبقى 8 ورا تاني، يبقى دفاع وهجوم زي ما كان مع الزمالك. هو بيبقى كويس أوي لما يجي من العمق، مش يبقى قدام. هو مش بيلعب رقم 10 ومش بيلعب رقم 10، هو بيلعب 8. آه ممكن يلعب قفشة معاه أو أكرم معاه، يبقى 2-1، يبقى 4-2-1 3. يبقى مروان عطية وأكرم توفيق في قلب نص الملعب، وقدامهم إمام عاشور. راس مثلث 8 تالت. لازم رضا سليم يعتمد عليه. على فكرة رضا سليم كويس جدا بس مع الأسف مفيش اعتماد عليه من مارسيل كولر، ومش حاطه في حساباته، عشان كده مستواه واقع. أنت لو اعتمدت عليه واديته ماتشات هتلاقيه بيدي معاك أداء وجودة. حسين الشحات لازم يراجع نفسه ويراجع حساباته. مستواه وحش أوي الفترة الأخيرة. كنا بنعول عليه في كأس العالم للأندية ده ما عملش أي حاجة. ماتش باتشوكا بالذات أقل من كان في الملعب. عمرو السولية لازم ياخد دقايق برضه. بيرسي تاو قدم ماتش باتشوكا الحبة نزل ممكن أداء كويس جدا. لازم نعتمد على واحد زي محمد عبد الله اللي هو الجناح اليمين اللي هو بتاع الشباب ده اللي هو أشول. أنت لازم الناحية اليمين دي يلعب فيها حد أشول. لأن بيقطم من جوه يشوط ار2 أو يعمل عرضية بشماله أو يعني لازم يبقى حد أشول، بيستحسن يبقى حد أشول. آه لازم الإدارة تحس يعني شوية بالجماهير وتجيب صفقات. محتاجين نجيب مهاجم سوبر، مش أي مهاجم وخلاص. مين مريانو لازم إحنا عايزين نجيبه ده، واحد قاعد من شهر 6 ما لعبش، وكان مطرود من ريال مدريد ولما راح إشبيلية ما عملش حاجة. هتقولي الدوري الأسباني غير الدوري المصري ومش عارف إيه. هو أصلا مش هيرجع، يجي هياخد بطولات كتيرة. ما نجيب حد زي رجع الإنجليزي ده، ولا الإنجليزي بتاع باتشوكا. لسه موهبة طالعة حاجة، أو أي حد كويس مهاجم يلعب معانا. وعايزين جناح لازم يمشي بيرستاو. لازم نعتمد عليه لغاية لما يخلص يعني عقده ويمشي، أو نحاول نشوف له عقد في يناير. آه لازم نجيب صفقات 2 أجنحة زي ما أنا قلت ومهاجم، ونعتمد على أشرف داري الفترة الجاية. سلام. يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. دعمكم يهمني. محتاجين نشوف الأهلي حاجة تانية، محتاجين الأهلي يفرحنا في الماتشات الجاية. آه لازم ناخد على قد أفريقيا السنة دي عشان نعوض كأس العالم للأندية ونعرف نروح السنة الجاية انتركونتيننتال تاني. لازم نعمل ميركاتو عالمي في شهر 1، ميركاتو يا خطير. سلام.